ازيكم عاملين ايه؟ هكلمكم النهارده في حاجه حلوه قوي. سمعتها من بنت مخطوبه بتقول لي يا دكتوره انا عندي مشكله مع خطيبي. قلت لها هي ايه؟ قالت لي انا بحس اني بخبي عليه وبكذب عليه لو انا ما قلتلوش كل اللي في تفكيري. يعني مثلا هو بيحكي لي حاجه فانا بحس ان هو تافه قوي، او بحس مثلا ان هو مكبر قوي دراما، او بحس انه خايف او جبان. فانا ببقى عايزه اقول له كل ده، يعني عايزه اقول له على فكره انت فيك وفيك 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 واللي انت بتقوله ده يساوي كذا. وبنتصالح في الاخر، طبعا بينفعل عليها، بيتصالحوا في الاخر وبتفهمه وجهه نظرها انها لما بتحس انها ما بتقولوش ده بتحس انها خاينه، يعني بتحس انها في دماغها معلومات او في دماغها حاجات ما قالتهالوش، فهي كانها بتخدعه، كأنها بتقول له يعني نص الحقيقة، أو كأنها بتزوق الحقيقة، فبتبقى مروحة مش مرتاحة، وعلى طول بتقوم متصلة بيه وقايله له أنت وأنت وأنت وأنت، وأنا شايفة كذا وكذا 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 وخبيت عليك. طبعا هو ما بيشوفش ان ده صح او ما بيشوفش ان ده حقيقة، بيشوف ان دي وجهة نظرها، لكن هي بتبقى شايفة انه اي حد هيشوف الحقيقة دي. طيب هو احنا المفروض كده؟ يعني المفروض انه مع اي حد، سواء خطيبي، صاحبتي، ابني، جوزي، مامتي، اي حد، مفروض انا اللي بيجي في دماغي كله اقوله؟ هل ده ليه علاقة بالصدق او بالحب او بالاخلاص، ولا ليه علاقة باللالاند؟ انا سألتها سؤال، قلت لها انت بتحبي خطيبك جدا، وانت جسمك مثلا بيبقى عرقان في لقطة من اللقطات، ريحتك مش حلوة، بتخشي الحمام ومفروض الحمام ده بيحصل فيه فضلات فممكن يبقى فيه ريحة مش حلوة. هل حبك ليه وإخلاصك يخليكي تشهديه على هذه الريحة؟ ولو انت خبيتي الريحة وبدأتي تحتفظي بأن هي في مخك بس، وانت تبقي حريصة جدا على انه ما يشمش هذه الريحة، هل ده خداع؟ طب ما ده حقيقة، ما ده بيحصل. زي ما الجسم ليه فضلات، زي ما النفس ليها فضلات. كلمة، حاجة فكرتك بموقف، شبهتي حاجة بحاجة فحسيتي انك انت يعني ليكي رأي مش حلو. الكلام يا جماعة، اللغة الجسدية واللغة اللفظية هي إخراج عضو النفس. عضو النفس عنده فضلات بتخرج في اللغة الجسدية واللغة اللفظية. فانا لو حريصه قوي ان انا اطلع فضلاتي النفسيه، كمان هبقى حريصه ان انا اطلع فضلاتي الجسديه. فهي ردت عليا قالت لي ايه بقى؟ بس هو ما يعرفش عن فضلاتي الجسديه، ما شافهاش، ما يعرفهاش، لكن بالنسبه لفضلاتي النفسيه هو عارف شخصيتي وعارف انا بفكر ازاي. وبالتالي لو انا قلت له اوكي وكملت معاه الكلام وكده، فكاني بقى هو هيبقى عارف ان ده مش انا، فانا بكذب عليه. قلت لها لا، ما هو مش مفروض لما يكون في رأيي حاجة أو في دماغي حاجة إن أنا ألغيها تماما، ما بينهاش خالص. يعني أكيد مثلا لما أتجوز مش هشيل الديودرنت من الأوضة ولا هشيل الحمام من البيت عشان ما يتخيلش إن أنا بيحصل فيه ريحة عرق وريحة فضلات. أكيد ما هو عارف إن ده موجود، بس مش شافوش. فنفس القصة، هو عارف ان شخصيتك ممكن تفكر بالطريقه الفلانيه وتندفع الاندفاع الفلاني ويبقى عندها الراي الفلاني وتبقى شايفه حاجات سلبيه فيه، لكن الطريقه اللي بقولها بيه بقى، الوقت اللي بقولها بيه، يعني ممكن اسمع الكلام واقول له ايه ده، معقوله؟ يعني معقول ده انت حددت بالموقف ده؟ طب ازاي؟ طب وحسيت بايه؟ طب وبعدين؟ طب وتصرفت ازاي؟ ابدا اعمل كده، يعني فاسيليتيتنج كده كلام، ان انا اتكلم بطريقه انه تخرج كل اللي جواه. هو فضفض وعادي جدا وخد مني الدعم في السمع والدعاء والطبطبه وكل حاجه. بعدين بقى ممكن بعدها باسبوع، مش كتير، ما تطوليش، الرجاله بتنسى يعني، بعدها باسبوع، بعدها باكتر، اقول له اسكت، مش حصل كذا 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 في الشغل؟
وبعدين انا اتصرفنا بالطريقه الفلانيه، وفلان لما اتصرف كده قالوا له كذا وعملوا له كذا وحصل له كذا وكذا وكذا وكذا. طبعا اعمل شويه اخراجات يعني مش ما يبقاش الدنيا دلقه قوي. هو على فكره بياخد باله، يعني بياخد باله ان ده شبه ده، يقول لك على فكره ده شبه الموقف اللي حصل لي. تصدق انا افتكرت برضو القصه دي، كنت عايزه اقول لك. يبقى انا وصلت له الاختلاف، زي بالظبط ما دخلت الحمام وخرجت الحمام، او مسكت الديودرنت او ما هو عارف ان في حاجه حصلت مش مفروض هو يشوفها ولا يعرفها، لكن الطريقه اللي وصلت له بيها مهمه، مهمه جدا. فمش يا اما ان انا ابقى واحده تانية واحط نفسي في الخلاط اطلع واحده تانية، ولا ان انا اقوم دلقه كده مرجعه الكلام كاني بالظبط داخله على الحوض برجع اكل مش عاجبني، فالكلام ما عجبنيش قمت مرجعاه في صوره طبعا لغه جسديه وانا بتكلم ولغه لفظيه، او حتى لما بكتب تشات على يعني كلام بيبان رد فعلي، بيبان الصوت، بيبان، ما هو عارف الشخص، عارف اللي قدامه، فعارف ان ده يعني تهكم، عارف ان دي سخريه، عارف ان دي تريقه، عارف ان دي اندفاع، عارف وات ايفر يعني. فاذا هنا انا لازم ابقى فاهمه كويس انه مش كل اللي بيجي في دماغي ده صح، ده فضلات نفسي انا، فضلات تفكيري انا، فضلات مخي انا. طيب هوصلها له لو انا شايفه ان دي حاجه مهمه بالنسبه له، اوصلها له، ولكن اوصلها له بالظبط زي ما بحافظ اوصل له ان في فضلات جسديه اتعملت لكن هو ما يعرفش عنها حاجه وما شمش منها حاجه وما شافش منها حاجه وما فيش اي حاجه في ذكرياته عن هذا الكلام. يبقى نتعامل مع جسمنا زي ما نتعامل مع نفسنا، الاتنين عندهم فضلات ولازم نبقى حريصين. لازم الفضلات تخرج، ولكن تخرج بطريقة مناسبة، بدون ما نزعج اللي قدامنا، بدون ما نعلم على اللي قدامنا، بدون ما نقرف اللي قدامنا، من دون ما نبوظ العلاقة اللي بيننا وبين بعض. يا رب نكون استفدنا، ويومكم